بأقل من نص كيلو من اللحمة المفرومة هخليكي تعملي الجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. تعالوا بينا النهاردة نعمل أحلى بفتيك كداب. بجد يا جماعة رهيب، حلو جدا، كان كريسبي كده من بره وطري ومستوي وحلو جدا من جوه. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المقادير. بس قبل ما نبدأ عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش كمان نعمل لايك وشير للفيديو. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المقادير ونشوف عملنا الجمال اللي قدامنا ده كله ازاي. عندي 400 جرام من اللحمة المفرومة، عندي كمان بصلة كبيرة مبشورة، عندنا كمان بيضة. هجيب بقى البصلة بتاعتي كده وهضيف عليها معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات أو بهارات اللحمة. هضيف كمان رشة بسيطة كده من السكر، وهقلب بقى البصل مع التوابل كويس جدا. هنجيب الكبة بتاعتنا وننزل بقى باللحمة جوه الكبة بالشكل ده. دول 400 جرام من اللحمة زي ما قلت لكم. هنزل كده بالبصل والتوابل. هبدأ أضيف بقى المكونات الباقية عندنا. هنضيف البيضة، هنضيف كمان معلقتين كبار من البقسماط، هنضيف معلقتين كبار من الفيجيتار. هقلب بقى المكونات دي كلها او هضرب المكونات دي كلها في الكبة كويس جدا، وده القوام بتاعها كده بعد ما ضربناها في الكبة. بعد كده هبدأ بقى اخد قطع من اللحمة كده حسب ما انا عايزة حجم قطعة البفتيك. لو عايزين تعملوها كبيرة ممكن تكبروا طبعا حتة اللحمة، ولو عايزين تعملوها صغيرة ممكن برضو تتحكموا في قطعة اللحمة زي ما انتوا عايزين. جبت كيس تلاجة فتحته كده قدامي، وبدأت كده امسحه بمسحة خفيفة من الزيت. خدت قطعة اللحمة وحطيتها كده جوه الكيس وقفلت عليها الكيس، وبدأت كده افردها عشوائي زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين هتتفرد معايا بكل سهولة وهتطلع بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. عندي بقى صينية برضو حط عليها كيس تلاجة، هبدأ بقى ارص عليها قطع البفتيك. تعالوا نعمل قطعة كمان. هاخد برضو قطعة كده من اللحمة، ومسحت برضو الكيس بمسحة كده من الزيت علشان اللحمة ما تلزقش جوه الكيس. وهبدأ كده اقفل الكيس على قطعة اللحمة وافردها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. اتفردت معايا بكل سهولة وبقت قدامنا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا كلها وهنرصها على الصينية كده بنفس الطريقة. شايفين؟ والكمية طلعت معانا ما شاء الله حلوة جدا. هغطيها بقى وادخلها الفريزر ساعة. لازم تدخل الفريزر ساعة علشان تمسك نفسها كده ونعرف نتحكم فيها واحنا بنحمرها. تعالوا بينا بقى نحضر الكفر. عندنا بيضتين وعندنا نص كوباية من اللبن، رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، وهضربهم كلهم مع بعض كويس جدا. عندي كمان طبق تاني فيه بقسماط وفيه كمان دقيق ونشا وفيجيتار. هبدأ اقلبهم كده كلهم مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه. وكنت طلعت بقى البفتيك بتاعي من الفريزر، شايفين طالع ماسك نفسه ازاي. هبدأ كده اخد القطعة وانزل بيها في طبق البيض واللبن. بعد كده هاخدها على طبق البقسماط وهبدأ كده اغلفها كويس جدا. هتك عليها طبعا كويس علشان الكفر ما يقعش من عليها واحنا بنحمرها. عملنا اول قطعة، تعالوا نعمل واحدة كمان. شايفين؟ هنزل بيها كده في الطبق بتاع البيض واللبن، وبعدين هاخدها على طبق الدقيق والبقسماط. هتك عليها كويس جدا كده وانا بقلبها. وبعد كده هندخلهم بقى التلاجة حوالي نص ساعة بس. شايفين الكمية ما شاء الله. هندخلها بقى نص ساعة ونسيبها كده ترتاح علشان نحمرها. عندي بقى طاسة فيها زيت، هنزل كده بقطع البفتيك في الزيت. طبعا النار عندي هنا متوسطة علشان البفتيك يستوي كده وياخد راحته ويبقى حلو جدا من جوه. هبدأ بقى كده اقلبه على الناحية التانية، وهفضل كده احمر فيه او اقلب فيه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. بصوا بقى الجمال، شايفين لونه عامل ازاي؟ بجد يا جماعه رهيب، مش قادره اقول لكم بقى ريحته كانت حلوه قد ايه. بجد حلو جدا، اكله سهله وسريعه وطلعت معانا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. حمرنا الكميه بتاعتنا، ودي كمان مش كل الكميه، احنا حمرنا بس كميه من البفتيك والباقي كمان شايلينه في الفريزر. طلع بقى بالجمال اللي قدامنا ده، سهل وسريع ومقرمش كده من بره وكريسبي ومن جوه طعمه في منتهى الجمال. يلا جربوه وان شاء الله هيعجبكم. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو.